ممثل دور تاني ممكن يخطف انتباه الجمهور، ولما يبقى هو البطل يفشل. ازاي فنان يطلع من السينما والناس كلها بتتكلم عنه ويحفظوا افهاته ويمكن يفتكروه اكتر من البطل نفسه، لكن اول ما اسمه يتصدر الافيش وشباك التذاكر يبقى هو الحكم، الجمهور ما يجيش؟ هل الموهبة فجأة اختفت، ولا البطولة المطلقة ليها قواعد مختلفة خالص عن اي دور تاني؟ الحقيقة ان السينما المصرية مليانة نجوم كبار كانوا سبب في نجاح افلام ما تتنسيش، لكن لما عملوا بطولة مطلقة اكتشفوا ان النجاح اللي كانوا متعودين عليه مش بيتكرر بنفس السهولة. وقتها بدأ السؤال الحقيقي يفرض نفسه: هل البطولة لازم لأي ممثل ناجح، ولا ممكن تكون أكبر فخ يقع فيه الفنان؟ يعني إيه؟ في أوقات كتير ممثل ينجح في دور مساعد أو سنيد، فيقرر المنتج بسرعة يحوله البطل من غير ما يوفر له سيناريو كويس أو مخرج فاهم إمكانياته أو مشروع معمول مخصوص علشانه، فيبقى الممثل هو أول واحد يدفع الثمن. وده خلى بعض النقاد بيصفوا البطولة المطلقة في حالات كتير بأنها الحلم الزائف، لأن المستفيد الأول منها أحيانا بيكون المنتج، لكن الفنان يخسر الرصيد اللي بناه في سنين طويلة. الحكاية عمرها ما كانت مجرد سوء حظ، في أسرار بتحكم صناعة النجم، وفي فرق كبير بين ممثل يقدم دور كويس وممثل يقدر يشيل فيلم كامل على كتفه. النهاردة هنفتح واحد من أكتر الملفات إثارة في تاريخ السينما المصرية، ملف نجوم الصف الثاني وفخ البطولة المطلقة. أنا إيمان القصاص وده سيناريو. لو رجعنا لتاريخ السينما المصرية هنكتشف ان بعض اهم الممثلين عمرهم ما كانوا نجوم شباك تذاكر بالمعنى التقليدي، ومع ذلك مستحيل تتكلم عن السينما من غير ما تفتكر اسمائهم: عبد السلام النابلسي، عبد المنعم ابراهيم، عادل ادهم، توفيق الدقن، محمود المليجي. واسماء وجودهم كان اضافة حقيقية، لكن معظمهم ادرك او اكتشف بالتجربة ان خطف المشهد حاجة وحمل الفيلم كله حاجة تانية خالص. وهنا لازم نقف عند نقطة مهمة جدا، لان في خلط بيقع فيه ناس كتير. احنا متعودين نقيس النجاح بعدد المشاهد او بترتيب الاسم على الافيش، لكن الحقيقة ان السينما عمرها ما كانت كده. في ممثل ممكن يظهر 10 دقايق بس ويخرج الجمهور من القاعة وهو اكتر شخص فاكرينه، وفي بطل موجود من اول الفيلم لاخره وما يسيبش اي اثر. يبقى السر فين؟ السر ان في فرق كبير بين ممثل يعمل دور حلو وممثل يقدر يقود رحلة كاملة لمدة ساعتين. الاول محتاج يدخل في الوقت المناسب يسيب بصمته ويمشي قبل ما الجمهور يشبع منه. التاني مطالب انه يشد انتباه المشاهد من اول دقيقة لاخر دقيقة، ويحافظ على نفس الايقاع ويخلي الناس حاسة ان كل لحظة تستحق انها تدفع ثمن التذكرة علشانها. وده بالظبط اللي خلى نقاد السينما يقولوا ان البطولة المطلقة مش جايزة على حسن الاداء، لكنها وظيفة مختلفة تماما، لها شروطها وليها ادواتها، واحيانا كمان ليها قدر من الحظ، والتوقيت ما يقلش أهمية عن الموهبة نفسها. وعشان نفهم الفكرة دي لازم نرجع لأول واحد تقريبا اكتشف إن النجاح في الصف التاني مش معناه بالضرورة إنه يتصدر الأفيش، ودي كانت حكاية عبد السلام النابلسي. لو سألت أي حد من عشاق السينما زمان، ممكن أكتر ممثل كان بيخطف الفيلم من بطله غالبا اسمه عبد السلام النابلسي، هيكون من أوائل الأسماء. في واحد نظرة أو طريقة كلام كفيلة تخلي الجمهور يفضل مستنيه يرجع يظهر تاني، وده خلاه واحد من أكتر الممثلين شعبية في جيله. النجاح ده شجع المنتجين على خطوة بدت وقتها منطقية جدا: طالما الجمهور بيحبه بالشكل ده ليه ما يبقاش هو البطل؟ وهنا بدأ أول اختبار حقيقي
لفكرة ان حب الجمهور للممثل مش معناه بالضرورة انه مستعد يشوفه بطل لفيلم كامل. وهنا بدأ اول اختبار حقيقي لفكرة ان حب الجمهور للممثل مش معناه بالضرورة انه مستعد يشوفه بطل لفيلم كامل. كانت البداية مع فيلم حلاق السيدات. النتيجة ما حققتش النجاح الجماهيري اللي المنتجين كانوا متوقعينه، وبعدها اتقدمت له بطولة جديدة في فيلم عاشور قلب الأسد، لكن التجربة ما حققتش النجاح المنتظر برضه. والسؤال هنا، هل فقد موهبته فجأة؟ النابلسي ما فقد موهبته، بالعكس هو نفس الفنان العبقري، لكن عبقريته كانت بتشتغل بأقصى قوتها لما يدخل الفيلم في اللحظة المناسبة يغير إيقاعه ويخلق حالة مختلفة. لكن لما بقى مطالب يشيل الفيلم كله ظهرت مسؤوليات جديدة ما كانتش موجودة وهو بيلعب دور مساعد. ولكن هنا ظهر ذكاء عبد السلام النابلسي وعرف ان دي مش منطقته، ورجع تاني على طول لمكان تميزه وهو الدور التاني او السنيد. عبد المنعم إبراهيم عاش نفس التجربة تقريبا، وبرضه لما قدم بطولة مطلقة التجربة ما نجحتش، رغم انه واحد من اهم ممثلي الكوميديا في تاريخ مصر وصاحب حضور استثنائي، لكن الجمهور حبه وسط مجموعة من الشخصيات او العنصر اللي يقلب الاحداث اكتر من كونه البطل اللي بيدور حواليه كل الاحداث. لكن لو حد فاكر ان الدرس ده خاص بزمن الابيض والاسود غلطان، لان نفس الفخ وقع فيه نجوم من اجيال مختلفة ونجوم كتير حققت نجاح كبير، لكن اول ما تصدرت الافيش خسرت كتير. اول اسم هنبدأ بيه احمد عيد. احمد عيد ممثل موهوب جدا وعنده حس ساخر بيعتمد على الكوميديا الهاديه والسخريه السياسيه والاجتماعيه بعيد عن المبالغه، وعشان كده لما ظهر في السينما الناس شافت فيه لون جديد. لكن النجاح الفني مش دايما معناه نجاح تجاري. خاض احمد عيد اكتر من تجربه بطوله مطلقه، من بينها أنا مش معاهم وليلة سقوط بغداد وياباني أصلي. الأفلام دي كانت بتحاول تقدم كوميديا مختلفة، وبعضها كان فيه إسقاطات سياسية جريئة جدا بالنسبة لوقتها، لكن شباك التذاكر كان له رأي تاني. النقاد وقتها ما قالوش إن أحمد عيد ممثل ضعيف، بالعكس معظمهم أكد إنه صاحب موهبة حقيقية، لكنهم أشاروا إلى نقطة مهمة جدا، إن طبيعة حضوره الفني مختلفة عن صورة نجم الشباك اللي الجمهور كان متعود يشتري التذكرة علشانها. محمد رجب في بداياته كان لافت جدا، لما تشوفه في ملاك اسكندرية أو حرامية في كي جي 2 أو حتى في دور الضابط الشرطة في الحفلة هتلاقي ممثل عنده حضور وشخصية وقدرة على تقديم الشر أو الشخصيات المركبة بشكل مختلف. لكن لما تصدر محمد رجب الأفيش في أفلام من بطولته كان الرهان كله قائم على إنه يشيل الفيلم لوحده. بعض الأفلام حققت إيرادات مقبولة زي سالم أبو أخته أو الخلبوز والمش مهندس حسن، لكن السؤال اللي طرحه النقاد وقتها ما كانش الفيلم كسب كام، كان هل التجربة أضافت لمحمد رجب كممثل، وهل استغلت أفضل ما عنده؟ عدد كبير من النقاد كانت إجابته لا. لكن محمد رجب كان عنده منطقة فنية مميزة، لكن بدل ما السيناريوهات تبني عليها بدأت تكرر نفس القالب الشعبي ونفس الصورة، لدرجة ان الموهبة نفسها بدأت تستهلك، وفقد هو كمان بوصلته كفنان. وهنا بنوصل لواحد من اخطر الاسرار في صناعة السينما. المنتج احيانا بيستثمر النجاح لكنه ما بيصنعش نجم سينمائي. لكن وسط كل القصص دي في فنانين اكتشفوا الحقيقة بدري واعترفوا ان النجاح مش شرط يكون بطل يتصدر الافيش، وان الذكاء احيانا اهم من الطموح. وده اللي هنشوفه مع ماجد الكدواني واحمد رزق، وبعدهم هنوصل لواحدة من اهم المفارقات لنجوم التلفزيون الكبار زي سامح حسين وريهام عبد الغفور، ما قدروش ينقلوا نفس النجاح لشباك التذاكر.
في فرق كبير بين الفنان اللي يفضل يحارب علشان يثبت انه بطل، والفنان اللي يمتلك شجاعة يعترف انه لقى المنطقة اللي يبدع فيها. وده بالظبط اللي عمله ماجد الكدواني. ماجد الكدواني من اكتر الممثلين اللي بيجتمع عليهم الجمهور والنقاد. ممثل يقدر يضحكك وبعد دقيقة يخليك تتأثر وبعدها يفاجئك بأداء مختلف تماما. لكن في بداية مشواره اتسرع وجرب البطولة المطلقة وقدم فيلم جاي في السريع، لكن الفيلم ما حققش النجاح التجاري اللي كان متوقع. وكان ممكن الكدواني يعمل زي ناس كتير، يكرر التجربة مرة واتنين وتلاتة على أمل إن النجاح يجي، لكن اللي حصل العكس تماما. الكدواني راجع نفسه، فهم إن قيمة الفنان مش في عدد الأفلام اللي بيتصدرها، لكن في قيمة الدور نفسه. رجع يختار أدواره بمنتهى الذكاء، سواء مع أحمد حلمي أو كريم عبد العزيز أو في البطولات الجماعية، فتحول مع الوقت إلى واحد من أهم ممثلين جيله. ويمكن النهاردة وجود اسمه على أي أفيش بقى عنصر ثقة في جودة العمل، حتى لو مش هو البطل الوحيد. وده يخلينا نفتكر اسم تاني، أحمد رزق. أحمد رزق هو كمان خد تجارب بطولة في حمادة يلعب وكررها في حوش اللي وقع منك، والاتنين ما حققوش النجاح الكبير، ولكنه أدرك في الوقت المناسب إن قوته الحقيقية مش في مطاردة لقب النجم الأول، ومش لازم يبقى بطل العمل، ولكن في تنوع أدواره، مرة شريك في البطولة ومرة دور تاني مؤثر. والأهم إنه ما بقاش أسير لفكرة إن النجاح لازم يكون مرتبط بترتيب اسمه على الأفيش. ناس كتير كانت متصورة إن النجاح الكبير في التلفزيون معناه نجاح مضمون في السينما، والحقيقة لأ. خلونا نبدأ بسامح حسين. سامح حسين قدر يعمل علاقة خاصة جدا مع الجمهور. البيوت المصرية استقبلته كل يوم تقريبا وضحكت معاه وحبت طريقته البسيطة العفوية وشخصياته القريبة من الناس. مسلسل راجل وست ستات كان واحد من أنجح تجارب الكوميديا العائلية، وخلى سامح حسين اسم محبوب في كل بيت. لكن لما قرر يدخل اختبار السينما كبطل مطلق لأول مرة وقدم فيلم كلب دليلي، النتيجة كانت مختلفة تماما. صحيح ان الفيلم اتعرض في ظروف سياسية وامنية صعبة جدا سنة 2013، وده اثر على حركة السينما كلها، لكن حتى بعيد عن الظروف دي اغلب النقاد اتفقوا على ان الازمة كانت اعمق. قالوا ان الافلام اعتمدت على افيهات سريعة من غير حبكة قوية ولا صراع درامي، وكأن المشاهد بيتفرج على حلقة طويلة من مسلسل مش فيلم سينمائي. وكرر التجربة اكتر من مرة بعد كده، ولكن لقى نفس المصير. وده كشف حقيقة مهمة جدا، الجمهور اللي بيحبك في بيته مش بالضرورة هو نفسه الجمهور اللي هيشتري تذكرة علشان يشوفك في السينما، لأن السينما تجربة مختلفة. المشاهد بيدفع فلوس وبيخصص وقت ومستني حدث كبير، مش مجرد شخصية بيحبها. ونفس الفكرة تقريبا لكن بشكل مختلف حصلت مع ريهام عبد الغفور. ريهام عبد الغفور واحدة من أهم ممثلات جيلها، كل سنة تقريبا بتفاجئ الجمهور بدور جديد، وقدمت أعمال أثبتت إنها ممثلة من تراث خاص. لكن لما خاضت بطولة فيلم خريطة راس السنة، المشكلة ما كانتش في موهبتها، بالعكس حتى المراجعات النقدية اللي انتقدت الفيلم كانت بتشيد بأداء ريهام، لكنها أكدت إن السيناريو كان الحلقة الأضعف. قصة غير متماسكة، شخصيات ناقصة، وحوار ما منحش الممثلين المساحة الكافية. وده درس مهم جدا، أوقات البطل ما بينجحش مش لأنه ممثل ضعيف، لكن لأن الفيلم نفسه ما كانش قادر يحميه. الممثل مهما كانت موهبته لو السيناريو ضعيف هيبقى زي لاعب عالمي نازل يلعب في فريق من غير خطة. ولحد هنا ممكن حد يقول يبقى الحل ان الفنان يرفض البطولة؟
الإجابة لا، لكن الحل إنه يعرف إمتى يقول إمتى يقول لا، لأن التاريخ أثبت إن في بطولة بتبني النجم وفي بطولة تاخد من رصيده اللي بناه. في الجزء الأخير من الحلقة هنشوف نماذج مختلفة زي هالة صدقي وطلعت زكريا، وهنجاوب على السؤال الأهم: هل البطولة المطلقة فعلا هي أعلى درجات النجاح، ولا دي مجرد فكرة صدقناها سنين طويلة؟ وهنا لازم نقف قدام نقطة مهمة جدا، لأن في منتجين كتير بيقعوا في نفس الخطأ. أول ما شخصية تحقق نجاح يفتكروا إن النجاح ده ممكن يتكرر بمجرد نقلها لفيلم سينمائي، لكن الحقيقة الشخصية الناجحة مش دايما تقدر تشيل فيلم كامل، وده تقريبا اللي حصل مع هالة صدقي. بعد النجاح الكبير لشخصية صفصف في مسلسل جعفر العمدة، الجمهور ارتبط بالشخصية بشكل غير عادي، الإفيهات انتشرت والمشاهد بقت ترند، واسم هالة صدقي رجع يتصدر المشهد بقوة وسط النجاح ده. كان طبيعي ان شركات الانتاج تفكر بسرعة ليه ما نستغلش الحالة دي في فيلم بطولة مطلقة، وبالفعل جه فيلم الملكة، لكن النتيجة كانت مختلفة تماما عن التوقعات. الفيلم محققش ايرادات واتسحب من دور العرض بعد فترة قصيرة، وعدد كبير من النقاد اجمعوا ان المشكلة ما كانتش في هالة صدقي كممثلة، لكن في الرهان على نجاح شخصية تلفزيونية من غير سيناريو قوي يبرر وجودها في فيلم كامل. وده بيؤكد ان النجاح مش بالنسخ واللزق. في المقابل في حالة تبدو كأنها بتكسر كل القواعد. طلعت زكريا لما قدم طباخ الريس حقق نجاح جماهيري كبير، وقتها ناس كتير قالت اهو بقى ان البطولة نجحت، لكن لما نبص على التجربة بهدوء نكتشف ان نجاح الفيلم ما كانش قائم على اسم طلعت زكريا لوحده. الفكرة نفسها كانت جيدة وكانت بتبث الشارع المصري في توقيت حساس، والدعاية كانت قوية جدا، والموضوع أثار فضول الناس، بدليل ان الافلام اللي قدمها طلعت زكريا بعد كده ما قدرتش تكرر نفس الظاهرة. وده بيعلمنا درس مهم: مفيش نجم بينجح لوحده، ومفيش فيلم بينجح بسبب عنصر واحد. النجاح الحقيقي هو معادلة: بطل مناسب، سيناريو قوي، مخرج فاهم، وإنتاج جيد، وتوقيت مناسب، ودعاية ذكية. لو ضلع واحد وقع المعادلة كلها بتختل. أما فتحي عبد الوهاب فهو نموذج مختلف تماما، ممثل من أصحاب الأداء التقيل والمركب، والنقاد دايما أشادوا بموهبته. قدم تجربة من بطولته نجحت نقديا، لكن السينما التجارية ليها حسابات تانية. الجمهور اللي بيروح يشوف فيلم تجاري أحيانا بيدور على نوع مختلف من الترفيه، وده ما يقللش أبدا من قيمة ممثل بحجم فتحي عبد الوهاب، لكنه يوضح إن الموهبة وحدها ما تصنعش نجم الشباك. بعد كل الرحلة دي نرجع لأول سؤال بدأنا بيه: ليه ممثل يخطف الفيلم وما ينجحش لما يبقى هو البطل؟ الإجابة ببساطة لأن في فرق كبير بين الممثل الموهوب ونجم الشباك. الموهبة شرط أساسي لكنها مش الشرط الوحيد. نجم الشباك محتاج كاريزما تقدر تشيل ساعتين، ومحتاج سيناريو مناسب، ومحتاج توقيت مناسب، ومخرج يعرف يطلع أفضل ما عنده، ومحتاج قبل كل ده جمهور يقدر يدفع ثمن التذكرة علشان يشوفه. أنا إيمان القصاص، وده كان سيناريو. واكتبوا لنا في التعليقات مين من وجهة نظركم هو أفضل نجم صف تاني في تاريخ السينما المصرية، وهل كان يستحق البطولة المطلقة؟ يمكن تكون إجاباتكم مختلفة وتخلينا نفتح ملف جديد في حلقة جاية.